بما ان الاهلي تواصل هاتفيا دون اي ايميلات رسميه، هل في اي رد ممكن يوصل للنادي الاهلي خلال الساعات القليله المقبله بخصوص الموافقه المبدئيه على بيع اللاعب للنادي الاهلي بالشروط اللي بيتكلم فيها نادي التعاون؟ صحيح. التعاون ما عنده مانع في بيع عقد اللاعب للاهلي، لكن المعلومات اللي عندي ان الاهلي تواصل بشكل ودي. ايوه. لا زالت يعني ما اتخذ الاجراء الرسمي في عرضه للاعب. لذلك التعاون ردوده وديه، يعني ان ارسلوا عرضكم الرسمي حتى يعني نرد عليها بشكل رسمي. لكن ما ابدوا رفض او اعطوا ممانعه في مفاوضه اللاعب او مفاوضه التعاون. تمام. للنادي الاهلي. هختم معاك بنسبه مئويه من خلال مصادرك ورؤيتك ومتابعتك، هل تتوقع انضمام مصطفى فتحي بنسبه كام في المية للنادي الاهلي، وكام في المية استمرار مشواره مع بيراميدز؟ فانا اعتقد انه بنسبه 70% للاهلي. 70%. 70% للاهلي. تمام. خلينا نتفق اخوي امير ان اللاعب ما راح يرجع للتعاون. مش هيرجع. الموضوع خلاص محسوم. تمام. اي الموضوع هذا محسوم، لكن هل ينتقل لبيراميدز او للاهلي؟ فانا اشوف ان اللاعب حسب يعني ما املك المعلومات حاليا ان اللاعب رغبته الاولى للاهلي.